في المسائل اللي هي بالشكل ده تمام طريقه حلها بسيط. اول حاجه بعملها انا بشوف مين التوازي. اول حاجه حدد مين التوازي. واحد، حدد التوازي. فين البطاريات التوازي في الدايره دي؟ هما الثلاثه دول صح كده؟ تمام. بعد كده بعد ما تحدد التوازي احسب التوازي. التوازي 1.5. هلاقي دول طالعين لي ب1.5. 1.5 فولت. بعد كده والتوالي هيبقوا بعد اسمعي بس لحظه. بعد كده حدد التوالي هيطلع لي دول التوالي تمام. بعد كده احسب التوالي. رابع خطوه احسب قاف د الكاف بتاعت الدايره. قاف اللي هي بتبقى التوالي والتوازي مع بعض. د كاف بتبقى 8.5 للدايره تمام. هجمع 1.5 زائد 2 زائد 2 زائد 3 يبقى كده 7 8.5. يبقى مجموع القاف د الكاف في الدايره قاف د كاف بيساوي 1.5 زائد 2 زائد 2 زائد 3 هيديني 8.5 ماشي فولت. الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان ده لو هو مديني الدايره وبقول لك انا عايزك تحسب لي القوه الدفع الكهربائيه للدايره او قراءه الفولتميتر على الدايره كلها تمام. طيب هنا بقى عكسها لي. هنا قال لي انا عايزك تخلي قوه الدفع الكهربائيه بتاعتي 6 والقوه الدفع الكهربائيه بتاعتي 9 تمام. انا اول لما اجي احل المسائل من النوع ده المفروض بعمل ايه؟ بعمل عكس الخطوات دي تمام. خلي بالك لحظه بس انا هخلص وبعد كده هتقول تمام. هو قال لك القوه الدفع الكهربائيه بكام؟ ب6. يبقى انا عايز قاف د كاف تساوي 6 فولت تمام ماشي. طيب قبل ما انا احدد اللي هي التوصيل التوالي والتوازي انا بس هكتب الخطوات هنا الاول. اول حاجه حدد القوه الدفع الكهربائيه. طب ممكن اسال سؤال؟ ها هي الثلاثه دي المفروض هنعمل بيها ايه؟ هقول لك دلوقتي. للدائره تمام دي اول خطوه. تاني خطوه مطلوب منك ان انت تجمع البطاريات تجميعه تخلي مجموعهم يديني كام؟ 6. تجمع البطاريات تجميعه تديني القاف د الكاف. جمع البطاريات بحيث المجموع يساوي قاف د الكاف للدايره. قاف د كاف للدائره. قاف د الكاف للايه؟ للدايره. طيب هو مديني 4 بطاريات. الاربعه كل واحده فيهم ب3 فولت تمام. 3 زائد كام يدينا 6؟ 3 زائد كام؟ يدينا 6. 3 زائد 3. 3 زائد 3 يعني المفروض دي عشان تدينا 6 بالثلاثه دي هي المفروض تبقى 3 زائد 3 صح كده؟ يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل بقى 2 توازي و2 توازي. فهمت الفكره؟ هي دي الرسمه بتاعتها. يعني انا اول ما ابص ان انا محتاج بطاريتين بس عشان يدوني ال6 دول. طيب هو مديني 4 بطاريات لازم استعمل ال4 فبالتالي ايه اللي بيلغي بطاريه عندي؟ اللي بيغلي بطاريه عندي هو اللي انا التوازي بتاعي. اعمل توازي. جمع البطاريات بحيث يبقى مجموع قوه الدفع الكهربائيه بتاعتهم بيساوي قوه الدفع الكهربائيه للدايره تمام. يبقى انا محتاج اعمل بطاريتين يبقوا بالشكل ده. بطاريه بالشكل ده وبطاريه بالشكل ده. دي ب3 ودي ب3 فولت هنا وهنا فولت. ويبقى تحتهم كمان 3. طيب لو في بطاريات انت مش محتاجهم خليهم توازي. يا اما تخلي 2 تحت بعض هنا او تخلي واحده هنا وواحده هنا عادي بالنسبه لك تمام. يبقى تالت خطوه اعملها
البطاريات التي لا تحتاجها خليها توازي. خليها ايه؟ خليها توازي. فهمت الفكرة؟ يبقى انا هعمل فاضل لي بطاريتين انا مش محتاجهم، بخليهم هنا توازي وهنا توازي، او ممكن تبقى بالشكل ده. تمام؟ وهيديني الناتج النهائي 6. طيب اعتقد بعد كده انت مش هتغلط في المسائل اللي من النوع ده. تمام؟ ماشي. لو غلطت هتعلم. لا هو مفيش سبب ان انت تغلط، خلاص انا حليت لك المسألة. خلاص انت ما عادش عندك اي سبب ان انت تشوف المسائل دي معقدة بعد كده.